على إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقديل بدورية عبر الإقليم، لفت انتباههم سيارة مشبوهة نوع شيفرولي أين تم توقيفها ومراقبة وثائقها، وبعد تفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا عثر على كمية من المخدرات كيف معالج قدرت ب 3.250 كيلوغرام. تم توقيف الشخصان اللذان كان على متنها. باستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش منزل المتورطان ليتم حجز أقراص مهلوسة نوع إكستازي، أين أسفرت العملية على توقيف شخصان يبلغان من العمر ما بين 35 و 40 سنة، حجز 3.250 كيلوغرام من الكيف المعالج، حجز سيارة سياحية نوع شيفرولي أفيو، أقراص مهلوسة، هواتف نقالة. تم تقديم المتورطان أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل حول الجناية القيام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول أو الحيازة أو العرض أو الشراء قصد البيع أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.